لو قدامك 3 سندوتشات، واحد ب 80 جنيه، واحد ب 160 جنيه، والتالت ب 175 جنيه، هتختار انهي واحد فيهم؟ استنى ما تجاوبش، لان غالبا انت لسه ما خدتش القرار، المنيو هو اللي خد لك القرار. انا دكتور محمد سليمان، وده بيزنس على السريع، المكان اللي هتبدا فيه تشوف البيزنس في كل حاجه حواليك. تعال ندخل اي مطعم فاكر ان المنيو مجرد قائمه طعام واسعار؟ المنيو واحد من اذكى ادوات البيع. خليني اثبت لك. لو قدامك في المنيو 3 اختيارات، بيتزا ب 130 جنيه، والتانية ب 170 جنيه، والتالتة ب 175 جنيه، بص بسرعة اخترت انهي واحدة؟ معظم الناس هتختار اللي ب 170، مش عشان ارخص ولا عشان اغلى، لكن لانها بانت افضل صفقة. والصدمة، المطعم كان عايزك تختارها من الاول. في التسويق في مفهوم اسمه الديكوي افكت او تأثير الطعم. يعني احط اختيارات مش عشان تشتريه، لكن عشان تغير رأيك في الاختيار. مثال، لو قدامك 3 موبايلات، واحد سعره 25,000 والتاني 27,000 والتالت 28,000، فجأة ال 27,000 يبان صفقة حلوة جدا، رغم انه من دقيقة كان غالي. والحركة دي مش في المطاعم وبس، هتلاقيها في اشتراكات الابليكيشنز، عروض الجيم، وباقات الانترنت، والمنصات الرقمية. لكن دي مش اخر خدعة. لاحظ حاجة، ليه اغلى طبق بيكون في الاول؟ لو قدامك 3 وجبات، واحدة ب 420 والتانية ب 280 والتالتة ب 190، لان بعد ما بتشوف ال 420 280 تحسها معقولة جدا. وده اسمه الانكورينج او تأثير المرساة. المطعم مش بيبيع لك اكل وبس، المطعم بيأثر على طريقة مقارنتك للاسعار. ولو عندك مشروع ما تحطش الاسعار عشوائي، لان ترتيب الاختيار ممكن يأثر على قرار العميل بنفس قوة السعر. من النهاردة اول لما تدخل اي مطعم، قبل ما تطلب بص على المنيو واسأل نفسك ايه الطبق اللي المطعم عايزني اختاره. في اول حلقة كنت فاكر ان انت اللي بتختار، دلوقتي بقيت عارف ان المنيو بيحاول يوجهك لاختيار معين من غير ما تحس. جاوبني في التعليقات، ايه اكتر او اخر مرة طلبت اكلة وبعدين قلت انا ليه طلبت دي اصلا؟ في الحلقة الجاية ازاي منافسين فاتحين جنب بعض مش كان المفروض يبعدوا عن بعض؟ الاجابة هتخليك تبص للمنافسة بطريقة مختلفة.